السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وناس كتير جدا بتسألني يا ابو هاجر، هو انت ازاي قلبك جامد كده في الشحن؟ اكتر من حد كلمني بيقول لي انت ازاي قلبك جامد كده في الشحن، وازاي بتشحن حمام كميات كده؟ تمام. على فكرة انا مش بشحن بس، يعني اهو ما هو لسه حمام جاي لي اهو، والله جاي لي ما بين المغرب والعشاء. تمام. يعني انا حتى صلاة العشاء بتأذن اهيت، هنزل اصلي دلوقتي والله اهو لسه الحمام واصل اهو يا جماعة مع بعضينا، هنشوفه كده مع بعض اهو. كراتين اهي والله جايه كلها متقفله اهي قدام حضرتك، وجايين شحن وعلى شرط يا فندم، جايين فوق ظهر التويوتا، والله فوق ظهر التويوتا. طب بيتحطوا ازاي يا ابو هاجر والهوا؟ يا جماعه افهموا، هي التويوتا ماشيه بوشها، احنا بنخليه يحط قدام شنط هي اللي تاخد الهوا، والكراتين مرصوصه كلها صف واحد على الارض وقدامها شنط. لان لقيت ناس بتعلق وتقول لي يا ابو هاجر ده كده الحمام يعيا، ده كده الحمام يجي له برد. يا فندم فين الكلام ده؟ طبعا لو الجو ساقع لكن درجه الحراره 23 و25 عادي يعني. تمام اهو. والكراتين معمول لها فتحات مش كبيره ولا صغيره اهو. تمام. ادي 6 كراتين اهم، 1 2 3 4 5 6 والله جايين مع بعضيهم كلهم اهو، اقسم بالله كله اهو، لسه ما فتحته حتى ولا صورت فيديو فتح كراتين. تمام يا جماعه، لسه واصلين حالا اهو. فالناس اللي بتقول لي يا ابو هاجر هو انا لو شحنت كميات زي كده يروحوا عادي؟ يا فندم، بس ما تجيش بقى تشحن الصعيد كميه زي كده وتقول لي اصل ماتوا وهم رايحين الصعيد. لا يا باشا، تشحن 3 ساعات 4 ساعات ماشي، وجه بحري مفيش مشكله، اول الصعيد المنيا بني سويف ماشي مفيش مشكله، لكن الاقصر واسوان تقول لي اشحن كميه زي كده في دار تويوتا؟ لا طبعا، الصحراء والجو فيه مش طبيعي. تمام. فاحنا بنتكلم ده شغل زراعي كبير وما بيجيبش 100 110. تمام. ويبقى الجو رطب وجميل، وبنختار وقت مميز، بعد العصر بنشحن مثلا، بعد الظهر بنشحن، بحيث ان الحاجه تيجي في جو مناسب. لكن ما تشحنليش مثلا الصبح بدري، تمام، او الفجر الحاجه تاخد لطشه الساعه بتاعت الصبح، طبعا هتجيلك تعبانه. فاختيار التوقيت المناسب ده بالتنسيق معاك انت والمربي زميلك. تمام يا فندم. فاهو 6 كراتين هم لسه واصلين لنا دلوقتي، حتى هنصور فيديو بيهم وان شاء الله احتمال ينزل بكره. تمام يا جماعه. فاحنا ايه بنقول لك يا فندم، طالما تعرفوا بعض وناس محترمه، صور الحمام قبل الشحن وعبي وابعت يا باشا، واهم شيء تقفل كراتينك كويس باللز اهو. كله لسه ما فتحش اهو يا جماعه اهو، كله اهو لسه. تمام. كله اهو. تمام اهو 6 كراتين. اهم شيء اخلصوا النيه مع بعض ان انتوا تتقوا الله في بعض في البيع والشراء. تمام. وما تشحنش الحمام لحد ما تعرفوش غير ما تاخد حقك، او دخل طرف وسيط. ماشي. عايز تحط الحمام جوه مفيش مشكله، عادي يا باشا، شراء العبد وتربيته. انت ممكن تشحن 4 كراتين كبار زي كده، خد لك كرسيين وحط كرتونتين فوق كرتونتين، وقول للراجل اجرتك كام، بتزود له مثلا 100 جنيه فوق الاجره بتاعته، يعني تدي له حق نفرين الكراسي وتزود له 100 جنيه فوق ايه؟ فوق اجرته اللي هو هياخدها بتاعت الكراسي اللي انت شغلتها. هيقول لك ماشي يا باشا وزي الفل، ده لو انت خايف. لكن سهلوا على نفسيكوا يا جماعه، انتوا بتبوظوا بيع، انتوا بتبوظوا بيع من بعضيكم بسبب ايه؟ لا يا باشا تعالى خد الحاجه، يا عم انا بيني وبينك 4 ساعات، لا يا باشا تعالى خدها. مش منطقي على فكره. تمام. طالما الدنيا امان بينك وبين صاحبك، اشحن يا باشا، قفل دنيتك، ما تستخسرش. كراتين جامده، فتحات تهويه ممتازه، لزق محترم، هات لك بكره لزق ب 20 30 جنيه، امسك الحاجه بص اهبدها يا باشا اهو، اهبد يا ريس اهو، كلها متلزقه قدام حضرتك اهي. تمام. وعلى شرط ده حمام زينه، حاجات جايه في رخها ماشي، وحاجات مفتلات وتقايل وحاجات زي كده، وروماني وكينج اهم جايين مع بعض. تمام يا جماعه. فده كان فيديو النهارده، اشحن حمامك وامن نفسك وربنا يوفقك. نستاذنكم بقى ايه عشان صلاه العشاء قامت، نروح نصلي ونرجع نصور الفيديو ان شاء الله. ماشي. دعواتكم لينا بالبركه والزياده، واي حد عنده سؤال يخص الشحن يسالني ما يتكسفش. كلمني على رسائل الصفحه على الفيسبوك اسمها احمد ابو هاجر محب الحمام، كلمني يا باشا اسالني اقول لك تفاصيل شحنك ازاي. تمام. اي حد عاوز اي حمام، نفسه يربي اي نوع حمام، كلمني اقول لك السعر مناسب ليك، الشيء مش مناسب ليك الله يوفقك. تمام. اعتبرني اخوك وتعامل معايا عادي باخويه. رسائل الصفحه على الفيسبوك اسمها احمد ابو هاجر محب الحمام. تمام. شكرا جدا على حسن المتابعه والمشاهده. كان معاكم اخوكم في الله احمد ابو هاجر، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.